اليوم نحن على أحد الجبال الأولمبية، جبل بيلاشنيتسا. بيلاشنيتسا هو جبل يقع بجوار مدينة سراييفو، وهو أحد الأماكن التي يحب سكان سراييفو الذهاب إليها في عطلات نهاية الأسبوع. جبل بيلاشنيتسا يقع في منطقة وسط البوسنة قرب مدينة سراييفو. ترتفع أعلى قمة في الجبل إلى حوالي 2100 متر، وتغطي الجبل غابات كثيفة من الصنوبر والأعشاب صيفا. وأعلى درجة حرارة على هذا الجبل تصل إلى 24 درجة مئوية، وتغطيه الثلوج الكثيفة طوال وقت الشتاء. يصل ارتفاع الثلوج إلى 3 أمتار، ودرجة الحرارة تنخفض إلى -41 درجة تحت الصفر. جبل بيلاشنيتسا من الجبال القليلة التي لقبت بجبل الأولمبي، حيث استضافت الألعاب الأولمبية الشتوية 14 سنة 1984. من ضمن فعاليات بمناسبة الألعاب الأولمبية تم بناء العديد من المرافق الرياضية والسياحية في بيلاشنيتسا، والتي لا تزال قيد الاستخدام حتى اليوم، من بينها هذا التلفريك وفندق مارشال. وفي هذا العام اتخذ الاتحاد الدولي للتزلج القرار النهائي، وأدرج بيلاشنيتسا في جدول مسابقات التزلج الرئيسية لكأس أوروبا في عام 2023 ميلادي في نظام سوبر جي للسيدات. بابيندو في بيلاشنيتسا هو أكبر منتجع للتزلج في محيط سراييفو. هذا الجبل هو مكان مفضل للأطفال من سراييفو ليأتوا إليه ويتزلجوا ويتسكعوا مع عائلاتهم وأصدقائهم. وماذا عن الإقامة؟ يقدم لك جبل بيلاشنيتسا فنادق ومنازل للإيجار، شقق سكنية في منطقة الجبل، إضافة إلى مطاعم ومقاهي وأماكن تأجير معدات التزلج، والعديد من المدربين، وعطلة لن تنساها أبدا. لا يحب الجميع التزلج، لكن من الجيد تماما المجيء إلى هنا وشرب الشاي فقط. أهلا وسهلا بكم في بيلاشنيتسا.